اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل معاكم تخليل الزيتون إن شاء الله. ده زيتون تفاح يا حبايب قلبي. دول 4 كيلو زيتون تفاحي. غسلتهم، غسلوا كويس وتنضفوا ونقعتهم بس ساعتين 3 كده في المية. ده عصفر، جبت ب10 جنيه عصفر كده بس، يعني ما جبتش كتير. هنحطهم عليهم وجزر، جزر مبشور. جبت كيلو الا ربع جزر بس، ما على 4 كيلو زيتون كيلو الا ربع جزر وبشرته. الزيتون غالي يا جماعة السنة دي، هي كل حاجة غالية مش الزيتون بس، يعني عامة. الحمد لله والشكر لله. هنحطهم كلهم كده، وكنت جايبة معاهم نص كيلو فلفل، نضفته حلو كويس وغسلته. وهنحطه برضو ايه معاهم مع الزيتون. يبقى كده انا ما بحطش حبة البركة، بحسها بتسود الحاجة بتسود. في ناس بتحبها وهي حلوة وكل حاجة، بس انا ما بحطهاش عامة، يعني بحسها ان الحاجة بتسود لما بحط حبة البركة. عملتها مرة في ليمون، فالليمون طول عندي فايه اسود. قلبناهم كده مع بعضين كلهم اهو. وادي بطرمان كنت معقمة، انا غسلته بمية سخنة بس، ما فيش تعقيم ولا اي حاجة، يعني هو مية سخنة بس. هنعبيه كده كله، نحط الكمية كلها في البطرمان ده. انا كنت شاكة ان هو ايه ممكن يكون البطرمان صغير يعني، بس الحمد لله شالهم يعني كلهم الحمد لله. حط فلفل، حبة فلفل، حبة جزر، زيتون. هنا كنت جايبة ليمون وعصرت مج. انا كده ده مليت البطرمان، يعني الحمد لله شال ال4 كيلو على نص كيلو فلفل على كيلو الا ربع جزر. ده ليمون عصرته، مج ليمون. وجزء تاني يعني حوالي نص كيلو او زيادة، غليته قطعته بالنص وغليته في المية، خليته استوى. حبة مية مش كتير قوي يعني، استوى خالص. فهمسك دلوقتي الليمونة، ايوه كده اعصرها خالص، اطلعه كله يتعصر كده بنفس الطريقة دي. ونخلي القشر برضو ايه هنركنه على جنب. الكمية كلها هتتعمل دي كلها هتتعصر ان شاء الله. ادي كده عصرته كله القشر اهو. وادي حبة الليمون دول مركزين جدا، ده انا غليتهم في الاول واتعصروا. وده كيس ملح، كيس ملح تضيفيه ممكن 2، ممكن 1.5 او كيس على حسب، بس انا ايه بدوق يعني انا بدوق المية، يعني انا ليا فيها خبرة يعني بعرفها. وهنا 3 معالق خل بس مش كتير. الخل او معلقتين الخل يا جماعة ما بيبوظش الحاجة والله، لا ده بيحافظ عليها جدا. ماشي. وده قشر الليمون اهو، حوالي نص كيلو او اكتر من نص كيلو كمان. والمج ده عبيت مج، يعني ما وزنتش، ما اعرفش قد ايه، بس شويه ليمون يعني كده. المهم ده ليمون صافي، مش متزاد ميه ولا اي حاجه. ادي هنحطه عليه كده. ماشي. وادي الميه ها، قصدي الليمون ما حطيتش ميه خالص، دي الميه اللي كان الليمون مغلي فيها. ماشي. وكده بس بدوب الملح. فين الشطه؟ انا كنت عامله الشطه، ما حطيتش شطه ولا ايه؟ لا لا حطيتها، هرجع احطها دلوقتي، كنت نسيتها يا جماعه معلش. الشطه اللي انا عاملاها في التلاجة. ده ايه ده بقى؟ ده ليمون. انا هخلل برضو ليمون الاخضر. ماشي. ده كنت غليت الليمون الميه بتاعته، قلت لو نقصت هاخد من ميه الليمون المغلي. اهي الشطه يا جماعه، اهي كنت نسيتها معلش. حطيت معلقه واحده بس، هتدي لون كده. والميه اللي وريتها لكم من شويه في الحله التانية دي، ده ليمون الاخضر. انا بحب الليمون الاخضر قوي يا جماعه. فبغليه، يا دوبك بسلقه نص ساعه يعني، حاجه بسيطه كده. هجيبه لكم في الفيديو دلوقتي. هنا عندي زيت زيتون كنت جايباه من مرسى مطروح، معلقتين او 3 زي ما انت عايزه، مش هيعمل اي حاجه يعني، كويس يعني اهو.
كنت جايبه الازازه دي من مرسى مطروح لما كنت في المصيف. دي اهو بصوا، سلقت الليمون هنا، كنت سلقاه برضو، كنت شغاله في الزيتون، والليمون كان حطيته على البوتاجاز كان بيغلي. اه. هنجيب بس ايه شويه قشر كده. كنت مليت البطرمان خلاص كده انا بقى. ماشي. واقفله، ما عنديش استرتش بقى، بس هي البطرمان قفل كويس، طالما قفلتيه كويس خلاص ما تخافيش من اي حاجه. بصي اهو. الحمد لله. دول 4 كيلو. وهنا بقى تخليل الليمون ده. كان عندي شويه فلفل قلت احطهم معاهم برضو. الليمون ده يا جماعه سلقته يا دوبك غلوه واحده، بصوا يعني ماسك نفسه ازاي بقى، شايفين؟ ما تخلوش يفرقع، لو فرقع منك هيستوي منك بسرعه. بصي ازاي جامده اهي. يعني هي غلوه واحده بس، وحطيته وخليته يومين في الميه. ايوه، يعني ايه؟ يعني انا سلقته، وبعد ما سلقته قعدت يومين اغير له على الميه، يومين بس. ما قعدتش 3 ايام، لا. يومين اغير له في الميه عشان المراره بتاعته ايه تنزل شويه. الميه بتاعته بقى كانت خلاص بقى، علشان قعدت يومين انا اغير في الميه عشان المراره. فالميه اللي غليته فيها كنت دلقتها خلاص بقى. ما استعملتهاش تاني. ادي اهو. كده البطرمان اتملى اهو. كنت غاليه ميه بقى عاديه جديده. غليت الميه عشان ايه وبردت اهو. دول 3 كيلو ونص. البطرمان ده شال 3 كيلو ونص معاه. هنحط كيس ملح بس. دي ميه كنت غالياها. هنحط له خل. وممكن معلقه سكر. اللي عايز تحط معلقه سكر او ما تحطش عادي يعني. دول 3 معالق خل. بس انا بحب الليمون المسلوق، بيبقى طعمه جميل جميل. جبت بقى حتى يعني كده قرصين طعميه الصبح بقى كده. مع سندوتش طعميه كده وليمونه تطلعيها يا سلام. انا بحب كده. دي الشطه اللي انا عاملاها. هريسه الشطه اللي انا عاملاها. واحط معلقه او معلقتين على حسب يعني. بس انا عشان حاطه فلفل في البطرمان فمش عايزاه يبقى حراق قوي، عشان الاولاد عندي ما بيحبوش الحاجه ايه الحراقه قوي. هو بس ايه. ليمون بس رخيص، الليمون الكيلو ب10 جنيه. جبت 3 كيلو، كنت عامله بطرمان قبل كده برضو، وكنت عامله بطرمان قبل كده. انا لما بلاقي بنزل السوق بلاقي حاجه قدامي كده بجيبها على طول يعني. هذا اهو. ما حطيتش سكر ولا اي حاجه، هو 3 معالق خل. وكيس الملح. وبس كده. ومعلقه الهريسه الشطه اللي انا. ما تنسوش اللايك يا جماعه. اللايك والاشتراك في الصفحه في القناه قصدي. عشان القناه تكبر بكم ان شاء الله يا رب، نفسي القناه بتاعتي تكبر. الاشتراك يا جماعه بالله عليكم، ما تنسوش الاشتراك واللايك عشان القناه تكبر. يا رب كده الحاجه تكون عجبتكم ان شاء الله يا رب. ان شاء الله.